هوريك في الفيديو ده ازاي تمنع اي صوت من التابلو او من اي قطع بلاستيك موجود عندك في العربية بطريقة مبتكرة وسهلة وبدون تكلفة اصلا. مش كده وبس، كمان هنتكلم على الاصوات اللي بتصدر من الشكمان وازاي نحلها، وكمان الاصوات اللي بتصدر من المصفحة بتبقى في بطن العربية وبتبقى اصوات تجنن، ازاي نتعامل معاها، وكمان الاجزاء العازلة للصوت والاهتزاز هنتكلم عنها، وكمان بطانة الكبوت اللي بيصدر عنها صوت مزعج جدا، واخطر واسوأ حاجة اسياخ الشنطة. تابع الفيديو. من اكتر الحاجات اللي بتعمل اصوات خبيثه جدا جدا هو العازل الحراري، وعاوز اقول لكم ناس كتيره جدا جدا بتفهم من الاصوات دي من العفشه وبتروح تغير حاجات في العفشه وبتطلع العفشه في الاخر سليمه. العزل الحراري يا جماعه علشان يقوم بدوره في عدم توصيل الحراره وعزل الكابينه لازم تتاكد كويس ان هو مش لازم في جسم العربيه، لازم تتاكد ان في فراغ بينه وبين جسم العربيه، زي ما انتم شايفين كده بشده لتحت علشان ابعده عن جسم العربيه علشان يقوم بدوره في العزل، وكمان لو لمس جسم العربيه هيعمل زن على طول. وكمان لازم يكون مربوط كويس زي ما انت شايف كده، بيكون ليه صاموله عريضه شويه لان طبعا هو ضعيف، وكمان علشان تثبته كويس، فزي ما انت شايف هو مش مربوط كويس، فلازم تتاكد ان انت ربطه كويس لان هو لو مهوش شويه هيبتدي فورا يعمل صوت زن وهيبقى مزعج جدا جدا، وممكن تبتدي تفكر في حاجات هي اصلا سليمه. من الحاجات المهمه التانية برضو الشكمان، عشان تعرف الصوت بيطلع منه ولا لا لازم تخلي حد يهزهولك وتبتدي تمشي معاه الشكمان عشان تتاكد انه ما بيخبطش في اي حاجه من العوازل الحراريه، وكمان تتاكد من الجلد بتاعته، فطبعا يكون بيهزه بشكل قوي زي ما انت شايف كده، وتبتدي تمشي مع الشكمان من اوله لاخره، لو في جلده ضعيفه هتبان معاك، لو بيخبط في اي حاجه هيبان معاك، لان هو والعازل الحراري برضو فرض ان العفشه سليمه من اكتر الحاجات اللي بتعمل اصوات تجنن وما بيكونش معروف مصدرها وبتتهمها في العفشه بشكل غلط. من اكتر الحتت اللي كانت بتعذبني بسبب التزييق الحته بتاعت الفتيس دي، مع كل مطب كان بيبقى فيه تزييق فظيع من المنطقه دي كلها خلاص، فلما كنت بضغط هنا واثبت ايدي كان التزييق بيروح، فعرفت ببساطه ان مصدر التزييق هي شوف دي قطعه ودي قطعه ودي قطعه ثالثه بينهم، عرفت ان دي مصدر التزييق، هي زي جلبه كده بين القطعتين دول. طيب هنبتدي نفك بقى القطعه دي كده مع بعض، تيجي من هنا كده تسحب من فوق سحبه قويه بتيجي طالعه معاك، تيجي مرجع دي للاخر ورا خلاص اهو، وبتيجي محررها بدون اي مشكله. طيب انا عملت ايه بقى؟ زي ما قلت لكم ان دي قطعه ودي قطعه تانية، ببساطه شديده رحت جايب، عارف انت الكيس لما بتشتري علبه عصير او حاجه بيديك كيس ابيض شفاف كده، هو ده، رحت حاطه بين القطعتين، بين القطعه دي وبين دي. عاوز اقول لكم يا جماعه منع التزييق مش بنسبه 1%، بنسبه 100%، فالتزييق اختفى تماما. فببساطه شديده هتحدد المنطقه اللي بيطلع منها تزييق، وببساطه شديده هتيجي ضايف لها حته كيس صغير زي كده، خدت بالك ازاي؟ فدي نقطه في غايه الاهميه. اي حته بقى عندك بتزيق في التابلو وانت ماشي بالعربيه، تعالى حاطط ايدك عليها مثلا، هنفترض دي مثلا، ثبت ايدك كده خلاص الصوت راح، عرفت انت التزييق هيبقى بين القطعه دي والقطعه دي، هتيجي فاككها من بعضها وضايف كيس صغير بينهم، وتخلي الكيس لجوه بحيث ما يبانش معاك في التقفيل بتاعك. عاوز اقول لك التزييق هيختفي تماما، فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان احيانا التزييق نفسه بيكون مصدره الكليبسات دي. بمعنى ايه؟ القطعه دي عشان تثبت متثبته بكذا كليبس، واحد، بص كم واحد بقى، 2 3 4 5 6 7 8، وكلها كليبسات معدن. طيب الكليبسات دي زي ما انت شايف معدن ناشفه، وده بلاستيك، بص كده ده الجزء اللي بتثبت فيه بلاستيك برضو ناشف. دايما العربيات اللي خاماتها اقتصاديه بتكون كله بلاستيك في بلاستيك، ومن هنا التزييق بايه بيحصل. طب ايه الحل؟ نعمل ايه بقى في المشكله دي؟ كيس صغير اهو، هتضيفها هنا كده، تحطها زي ما انا حاططها كده، وتيجي جايب بعد كده الكونسوله دي مركبها عليها. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هيبقى فيه فاصل بلاستيك او كيس صغير كده بين القطعه دي والقطعه البلاستيك كمان اللي زيها دي مثلا، خلاص. عاوز اقول لك بتعمل ايه بقى؟ بص ايدي كده، بتعمل زي تنعيم بينهم، فمع وجود المطبات ما بيحصلش احتكاك بين حاجه ناشفه وحاجه ناشفه، بيحصل احتكاك بين او احتكاك ناعم، فما بيصدرش اي صوت.
الاصوات الخبيثه جدا واللي كشفها بيكون صعب، وعلشان نكشفه بنشد فرامل اليد وندي العربيه الدي بحيث العربيه تحاول تقوم، بس احنا مانعينها وموقفينها بفرامل اليد. كمان نشغل التكييف بحيث نخلي المهمه صعبه جدا جدا. كمان بقى لو انت القواعد عندك ضعيفه شويه هتسمع اكيد صوت اهتزاز من قدام من عند الموتور. طيب الصوت ده هو ايه بقى؟ الصوت ده بيكون يا جماعه هو الكبوت بيحصل فيه اهتزاز وبيعمل صوت مش كويس، والسبب فيه بيكون هي الصدادات اللي انت شايفينها قدامكم دي، رغم ان انت ممكن تحس انها تافهه وملهاش لازمه، ولكن فعلا مهمه جدا جدا، وبالذات المفروض ان هي تكون اصليه وحالتها كويسه. الحل مع الصدادات ان انت بتزود الارتفاع بتاعها بحيث ان هي يعني تبقى مكتومه، وتبقى القفله بتاعت الكبوت محكمه وقويه، بحيث انت لما تضغط على الكبوت يبقى قفله بصعوبه، لازم تضغط عليه جامد علشان يتقفل، فده بيخليها محكمه وبيمنع الاهتزاز. الحاجه الثانيه كمان لو المسافه بين الكبوت والرفرف صغيره في بعض الاماكن مش مظبوطه، فبيحصل تلامس بينهم وبيحصل صوت تزييق واهتزاز مزعج جدا. الحل ان انت بتيجي على مسمار الرفرف وتفكه وتزق الرفرف ناحيه بره، فتعمل مسافه كبيره بين الرفرف والكبوت، فده بيمنع معاك اي حاجات. برضه اللي بتعمل اصوات وزن كبير جدا البطانه المعدن بتاعه الكبوت، ساعات بتكون قريبه من العظم الخارجي للكبوت. ايه الحل بقى؟ الحل ان انت هتجيب بكره اللزق دي وتجيب حته لزقه منها تتنيها على بعضها وتضغطها. لو طبعا المسافات قريبه، هنا المسافه بعيده بس انا يعني هوريكم بشكل عام كده، بتدخلها بالشكل دوت. طبعا بتبقى زي الوضع ده كده. بص انا حاشرها حشر بينها وبين الكبوت لانها كانت عامله لي صوت مزعج جدا جدا، فطبعا بتفرق جدا جدا في موضوع الصوت. من الحاجات برضو المهمة، طبعا انت عارف ان فرش الباب بلاستيك والباب معدن فبيعمل صوت تزييق بينهم. بتجيب بكرة دبل فيس وتبتدي تلزقها، عاوز اقول لك بتعمل لك عازل هايل جدا جدا بينها وبين الباب. ممكن تخلي اي حد يفك لك فرش الباب لو انت مش هتعرف تفكه، وتحط الدبل فيس هيفرق معاك جدا جدا. بالحاجات المهمة برضو في بعض العربيات بيكون الشاسيه بتاعها ضعيف شوية، فبالتالي بتعمل صوت تزييق ما بين الباب وما بين القفل بتاع الباب نفسه. فالحل ان انت هتحط لزقه زي كده بتفرق معاك جدا جدا، يعني هتلغي معاك الصوت وهتنعم معاك صوت الباب بشكل قوي جدا. وعاوز اقول لك حل سحري للموضوع، بس طبعا اللزق بيكون ضعيف فكل مده كده هتحتاج ان انت ايه تجدده. عاوز اقول لكم ان بكره اللزق دي حل سحري لحاجات كتير جدا في موضوع التزيين. كمان من الحاجات المهمه الجلود بتاعه البيبان نفسها. الجلود بتاعه البيبان من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل اصوات بالذات في الشتاء. يعني في الشتاء المفروض ما تعملش صوت، ولكن هي بتعمل صوت فعلا احيانا في الشتاء في بعض العربيات. الحل طبعا ان انت ترش لها سيليكون سبراي، عاوز اقول لك بينعم صوتها وبيكتم صوتها، وعاوز اقول لك بيحسن العزل كمان. بس يا جماعه مش دبليو دي 40 سيليكون سبراي، الدبليو دي 40 بياكل الجلود دي، فالسيليكون سبراي بيحافظ عليها ما بيلمش تراب، وهو حل ممتاز جدا لموضوع الجلود. من الحاجات برضو المرعبه بقى الاسياخ بتاعه الشنطه. العربيات الكوري والياباني بالذات شغاله بالتقنيه دي. في بعض العربيات بالذات العربيات الصيني بيكون فيها الموضوع ده مزعج بطريقه بشعه، بالذات عربيه زي البي واي دي. عاوز اقول لكم الموضوع ماساه، بالذات لو قطعه البلاستيك الحمراء دي مش موجوده. فالحل لو قطعه البلاستيك مش موجوده هتجيب برضو اللي هو اللزق الاسود ده، وتبتدي ان انت تلفه على الوايرات وتلفه على اي مكان انت شاكك ان هو ممكن يعمل احتكاك او صوت، هيفرق معاك جدا. فبكره اللزق دي زي ما قلت لكم خليها معاك دايما. الحاجات برضو المهمه العده بتاعت العربيه زي مفتاح العجل والحاجات دي تلفها بقطعه قماش، فطبعا دي نقطه غايه الاهميه. والحاجات التانية تزنقها في بعضها بحيث ان هي ما يصدرش عنها اي اصوات اطلاقا، ومع المطبات ما تعملكش اصوات وتزعجك. اتمنى في النهايه الفيديو يكون ممتع ومفيد. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان كل الناس تستفيد، وما تنساش تعمل فولو للصفحه، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم.